معاناة طفلة في أولى تانية إعدادي وبتعمل براز في الشارع، والله العظيم بتعمل براز في الشارع. إزاي يعني؟ مش عارفة تمسك نفسها؟ لا، عارفة تمسك نفسها، ولكن عندها مرض مخليها حتى مش عارفة تمسك نفسها. القصة بتقول إن هي حتى من كتر ما البانتي أو من كتر ما الهدوم الداخلية بتبقى مليانة براز، ساعات بيمسكوا البانتي كده أو ساعات يمسكوا الهدوم الداخلية ويرموها في الزبالة، ما بيغسلوهاش من كتر ما هي اتلوثت. طفلة نفسيتها في المدرسة وحشة جدا، نفسيتها في البيت مكتئبة. كل ده ليه؟ لأنها عندها إمساك. نشرح بسرعة. الإمساك عمل كتلة متحجرة من الإمساك. طيب، في بعض من الكتلة دي بيدوب ويقع نتيجة بقى التعفن، نتيجة البكتيريا، خلاص بيدوب ويقع. طب يجي كده القولون عايز يمسك، مش عارف. بص، مش عارف يمسك. انا في كتلة متحجرة هنا. تعال نفترض ان دي كتلة متحجرة مثلا اهي، خلاص اهو مش عارف يمسك. طب في حاجات بتوقع في النص، انا مش عارف امسك ليه؟ لان في كتله متحجره. بفضل الله الناس دول جولي وحاليا متابعين مع بعض استشارات اونلاين، والحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ما بقتش توقع تاني خالص، وما بقتش تروح المدرسه عادي، وما بقتش ترمي غارات داخليه، وبفضل الله ولسه ريحه العلاج مكمله. ولكن اهم حاجه ان نفسيه الطفل، وان يعني الحاجات الغريبه اللي كانت بتحصل لها. بنت كبيره يا جماعه، اولى تانية اعدادي، الحمد لله بفضل الله وبفضل العلاج. الامساك يا جماعه، الامساك الناس كتير فاكره ان هي ما عندهاش امساك وهي عندها امساك.